شكرا لأحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بيئة الحكم توم، إذن ديربي المغاربة الحضور الرابع بالوستاد على مستوى دوري مجموعات. كرة ترجع من دفاعات الترجي، استلام على حدود منطقة جزاء الترجي بالخيتر، التسديد لكن بعيد على بن شريفية، ضربة مرمى لصالح غيلان، يلقى الكرة في العمق باتجاه عمدو يسدد خطيرة المحاولة، أول تهديد بأول مناورة لفريق الترجي الاسبيرونس في أول كرة من خلال تحرك ممتاز لحمدو أخذ مكان غياب بشار كداد لاعب المصاب، يشارك بشار مكانه. كرة من كرة تلاوي منطقة الترجي، كنترول موجود، هذه كرة خطيرة لبلوستاد، سقوط مهاجم الوستاد. بعد ذلك 2004 واجه اتحاد العاصمة وخسر 3-0، وعاد للعوافي سدد بعيد على مرمى بن شريفية. الكرة تبقى لبلوستاد، يبحث عن فرصة التسجيل في هذا الدير. دفاعات بلوستاد يكسب كرة بن عياد بن رمضان، حمدو يرفع كرة، محاولة خطيرة تنتهي عند الحارس بحسابات المنافس. ننتظر تنفيذ هذه الكرة، داني كرة باتجاه المرمى، الحارس كادت أن تغالط. شوف الإعادة بن رمضان، كرة ماكنة لكن تابعها وراقبها الحارس الجزائري. كرة باتجاه إلى قليان سريعة من خلال بن عياد يلعب كرة عرضية والدفاع. ترجع كرة من جديد عند بن حميدة طويلة ناحية بن رمضان معاه واجه ستيف وشبيبة القبائل ايضا شليف. كرة خطيرة الان في منطقة الترجي، محاولة لسه للفريق الجزائري الابعاد تنفيذ كرة على مستوى القائم الاول، تابع البدري، تبقى منطقة الترجي، ارتباك والتصدي في اللحظة الأخيرة، الانقاذ. كرة انقذها بن حميدة، كاد أن يسجل بالوستاد، كاد أن يوجه ضربة للترجي. الانقاذ في اللحظة الأخيرة من بن حميدة. هنا أهمية التمركز على مستوى القائمين. شوف الإعادة، الارتباك، هنا اللمسة من بوشار، بن حميدة كان موجود يلعب دور الموقد. محمد لبالوستاد والحارس بالرجل يتصدر لبن رمضان، تقطع الكرة ترجع جزائرية، يولا ينطلق، يولا خطير، يولا السدد، بن شريفية يتألق، كاد أن يسجل النيجيري ولكن أي تصدي، أي كرة يبعدها بن شريفية. تصدي رائع، لا تصدي رهيب والله رهيب. تتمرر الكرة عند الدراوي، ترفع داخل منطقة خطيرة، تتوقف عند معز بثبات. كرة طلع من هنا عند العوافي، محاولة خطيرة للفريق الجزائري، ركنية بالوستاد يواصل تهديد. كرة تتمرر ترجع للولاء، يخطف التمرير للعوافي، هذا رياض بن عياد يخسر الكرة، يتابع بن رمضان يمرر لبن عياد يمر، بن عياد يكسب ركنة. بدري يرفع كرة بدري راسية، المتابعة من بن عياد مازال محافظ الكرة، بن عياد والتدخل يحافظ الكرة. بدري كرة داخل منطقة جزاء بالخيطر أقرب. شعلال يتقدم الكرة، غيلان يرفع كرة، غيلان سهلة كرة غيلان، يمرر في اليسار للعوافي، عرضية، كرة خطيرة، منطقة الترجي، العارضة تبقى خطيرة والكرة برا، الترجي كان محطوط
العارضة نابت عن معز وحرمت الفريق الجزائري من هدفها. يسارية قوية، يسارية ترجع من العارضة. شوف هذا، شوف الكرة القوية من تراوي. زكريا سددها بقوة ولكن لسوء الحظ. من كرة تراوي لو كانت في المرمى لاستقرت داخل. كرة الآن عند بن رمضان لحمدو، تلعب الآن في اليسار. الترجي في محاولة في كرة ركنية. الديربي بالنسبة للفريقين هي صعبة على الورق وعلى الملعب. كرة من جانب حمدو ترجع بالدفاع. تعود من مرياح بوشار، تبعد من دوكاي. بالديشال هوني. حمدو الان يتقدم، حمدو يمرر. ترجي خطير، كرة التقدم البرة الى ضربة مرمى الترجي. الشوط الثاني الان يتحرك الترجي، ينتفض. محاولة لصالح المكشخة في كرة بن رمضان يساند. لما يساند بن رمضان الترجي قادر على التهديد. بن حميدة بن خيتر يساند. مختار عرضية، كرة برا من بيتا. الكرة ترجع لبوشنيبة، تمرير باتجاه حمدو، رأسية حمدو إلى بن حمودة. وهذه الصورة في مدرجات 5 جويليا، اشتعلت في المدرجات في هذا الديربي، في لقطة وصورة رائعة جدا. المغرب العربي في مدرجات ملعب 5 جويليا تقريبا في صورة مشابهة. هذا هو التشجيع اللي عند حمدو يمرر. انطلاقة سريعة من خلال حمودة تقدم. حمودة عرضية، ترجي خطير، ركنية للصالح. ترجع عند الدفاع يضيعها بن حمودة. تلعب كرة منطقة فريق الترجي. يولا انطلق، يمر، الكرة برا. ماذا تفعل يا معز يترك مرماه. كاد أن يسجل، كاد أن يضرب الترجي. معز في خروج غريب جدا، خروج غير مبرر لمعز. يراوغ يضيع، كان ممكن يعاقب. يمرر غيلان، ينطلق الان غيلان، يمرر كرة خطيرة. ترجي ممكن يسجل، تضيع الفرصة وجها لوجه. بالمقاس معدل التسلل لم يكن موجود في هجمة صحيحة، ولكن ضيعها حمودة ضيع كرة الانتصار. هذا هو حمدو ينطلق الترجي. كرة من حمدو هدف عالمي من حمدينيو يسجل في مرمى الفريق الجزائري. كرة حمدو على اللسان حاله يقول ما شافهاش ما راهاش. كرة في الشبكة بالوستاد. حمدو يا رهيب يا عجيب. والترجي هو صاحب الكاريزما، قوة الشخصية، الاسبيرونس يخطف هدف قاتل. 1-0 حمدينيو في الشبكة. هذا هو حمدينيو ينسج خيوط الوصال والغرام مع الشباك. حمدو بيسراه واي يسرى. حمدو الماجو، حمدو الساحر، حمدو الفنان، حمدو المبدع، حمدو القائد، حمدو الحاسم. حمدو بيسراه يكتب تاريخ، يكتب صفحة في ملعب 5 جويليا. 1-0 الترجي كما قلت. هذا الفريق القوي العملاق هو افريقيا، يعرف يتعامل مع أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الجمعة أن توصل لاتفاق مع اللاعب عبد الله ديباي يقضي بإنهاء عقد صاحب 23 عاما بالتراضي بين الطرفين. وأعربت شركة الجزيرة لكرة القدم عبر حسابها عبر تويتر عن شكرها للاعب وتقديرها لكل ما قدمه للفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته القادمة. وكان الجزيرة قد تعاقد مع الجناح المالي ديباي في أغسطس آب الماضي 2021 قادما من سبورتيك لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2022-2023. لكن النادي الإماراتي
فإنهاء عقد اللاعب عبد الله ديباي للبحث عن صفقة جديدة خلال فترة القيد الشتوي الحالية وممتدة حتى 18 فبراير شباط المقبل. ومن المقرر أن يلتقي الجزيرة مع مضيفه اتحاد كربلاء غدا الأحد في الجولة 13 من دوري أندور المحترفين، ويحتل الجزيرة بقيادة المدير الفني الهولندي مارسيل كارنيز المركز الخامس برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر.